القوات الأمنية العراقية تحبط هجوما شنه مسلحون على مقر اللواء 22 بالجيش العراقي في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الحربي الأحد عن وصول قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى سايلو خانداري في قضاء أبو غريب غرب بغداد. وقالت الخلية أن هذه القوة ستحسم الموقف بالقضاء بعد محاصرة عدد من المسلحين في سايلو. وأفاد مصدر من الشرطة العراقية بأن القوات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في القضاء تحسبا لأي طارئ. وأكدت قيادة عملية بغداد أن محاولة تعرض لداعش على مناطق العباد والهيتاويين التي تقع ضمن قطع عمليات غربي بغداد تم إحباطها بمقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم انتحاريين 2. فيما أمر زعيم التيار الصدري لواء بغداد بسرايا السلام بالاستعداد للدفاع عن العاصمة بغداد، فيما دعا الحكومة إلى التنبيه عن الخطر المحدق ببغداد بدلا من جمع الأموال. فيما نفت قيادة العمليات اليوم وجود نزوح للعوائل في مناطق أبو غريب غربي العاصمة، وأهابت بالمواطنين عدم سماع تلك الشائعات. لأخبار العرب ولاء شاكر، بغداد.